بيقول لسيف زاهر انا هلعب المباراه الجايه يوم 12 وبكره تشوف، والزمالك مش هيقدر يعمل اي حاجه. مرتضى منصور وعلى لسانه انا هوقفك يا مروان يا عطيه وبكره تشوف، ويا مصلحي رجع لي محمود علاء. لجنه الانضباط ولجنه المنشطات الدوليه تطلب عبد الله جمعه وفتوح للتحليل وايقافهم لحين نتيجه التحليل. صفقه من العيار التقيل لنادي الاهلي في يناير. بديل عزيز غانا، عزيز ويعقوبه بديله إفواري ولكن رهيب وقوي جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نارية من حلقات ملعب الهداف مع أخوكم في الله محمد الصيفي. النهارده هنتكلم وهنتحدث عن كل المواضيع اللي أنا اتكلمت فيها ديت وفي إيجاز، يعني مش هنطول على بعض النهارده، وإن شاء الله الحلقة تكون قصيرة وخفيفة بس دسمة. فيلا بينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة. وفي إيجاز، كابتن سيف زاهر يشعلها نار ويقول إن كهربا قال له بلسان كهربا إن هلعب ماتش المصري القادم يوم 12/1 القادم. إن شاء الله هنشوف كهربا في الملعب مع النادي الأهلي وبتيشيرت النادي الأهلي. طب إيه دليلك على كده؟ هقول لكم. كهربا قال لكابتن سيف زاهر أنا هلعب ال6 شهور اللي جايين لغاية فترة انتقال الصيف، والزمالك مش هيقدر يعمل اي نقد غير في فترة انتقالات الصيف القادم. بمعنى النادي الزمالك ليه طبعا فلوس عند كهربا وفي عقوبة على كهربا، ولكن مش هيقدر ان هو يوقفه غير في فترة انتقالات. فطبعا فترة الانتقالات اللي فاتت والفترة ديت هو ده اللي كان يقدر فيها الزمالك ينتقد او يرفع شكوى للاتحاد الدولي ان انا عايز فلوسي يا اما توقف لي كهربا. فكهربا استغل الموقف ان هو خلاص فترة الانتقالات دي انتهت وهيبتدي يلعب من الفترة ديت لحد انتقالات الصيف القادم. فكده بمعنى اصح كهربا هيلعب 6 شهور، ولكن هيتوقف لو ما سدش ال 80 مليون او ال 2 مليون دولار اللي عليه لنادي الزمالك. فطبعا كهربا قال لسيف زاهر انا هلعب ال6 شهور اللي جايين، ولازم قبل ما اخلص ال6 شهور اكون سددت ما عليا، فانا كده كده هلعب يوم 12 القادم. الزمالك بطريقه مضاده قال لك لا على جثتي، وان شاء الله انا هشتكي تاني للاتحاد الدولي وهقول له ان انا محتاج ان انا فلوسي انا ما خدتهاش، وانا عايز اوقف اللاعب، وما ينفعش اللاعب يلعب بدون ما يدفع فلوسي. لكن اللي انا عرفته ان الاتحاد الدولي رفض او ما ردش على نادي الزمالك برد ان هو يوقفه الفتره دي. فكهربا من يوم 12 القادم مع النادي الاهلي بتيشيرت النادي الاهلي امام المصري. اختصارا، مرتضى منصور يا مروان يا عطيه انا هوقفك. باختصار كده يا جماعه، مرتضى منصور بيقول ان فريرا ما كانش عايز اللاعب، وان اللاعب ده عادي، وان فريرا عمره ما قال ان انا عايز اللاعب دوت. انا اللي عايز اقوله لكم ان فريرا ما قالش انا عايز اي لعيب من اللي جه في نص الملعب غير مروان عطيه من ساعه ما جه. مروان عطيه لعيب ممكن يكون مجهول للناس كتير، لكن مروان عطيه اثبت وجوده في نادي الاتحاد من بدايه الموسم ده ولعيب جيد جدا، والنادي الاهلي كان حاطط امله عليه ان هو يجيبه في الفتره بتاعه الصيف، ولكن طبعا تدخل الزمالك في الصفقه وحاجات تانية كتير جدا كانت مع النادي الاهلي وكان بينظر لها منظور تاني خالص وقفت الصفقه شويه. ولكن اللاعب رغبته الاهلي وقال يا جماعه انا رغبتي الاهلي يا كابتن مصلحي، لو الزمالك عايزني والاهلي مش عايزني هروح الزمالك، لكن انا لو الاهلي عاوزني انا تحت امر النادي الاهلي. مضى رغبه للزمالك، مضى رغبه للزمالك، ولكن ما مضاش عقد ينص بان هو هينتقل لنادي الزمالك، الا اذا لو هو فعلا ماضي عقد زي ما مرتضى منصور بيقول ان انا هطلع العقد وهطلع الرغبه وهوقفه، يبقى قبليه هيتوقف قيدين او فتره 3 قيود لنادي الزمالك. يعني اللي هيضر نفسه هو مرتضى منصور ونادي الزمالك لو هو طلع فعلا فتره قصدي عقد لمروان عطيه انه ماضي عقد بيقول انتقال لنادي الزمالك، اذا هيتوقف نادي الزمالك لفترتين قيد او 3 طبعا حسب الدنيا بتاعته القديمه. طبعا هو عنده ما شاء الله ملفات كتير اتوقف قبل كده، فهيتوقف على الاقل 3 فترات قيد. ومروان عطيه هياخد عقوبه ممكن يتوقف حوالي 3 أو 4 شهور برضه. فانا ما اظنش ان هيبقى في اي كده، لان الراجل خلاص في النادي الاهلي رسميا وهيعلن عنه في خلال 48 ساعه القادمه. ده باختصارا مروان عطيه ومرتضى منصور.
بعد تصريحات مرتضى منصور عن فتوح وعبد الله جمعه، لجنه المنشطات الدوليه تحقق في الموضوع وراحت لنادي الزمالك وطالبه بالاسم عبد الله جمعه وفتوح لكي يعني يعملوا لهم تحليل، وهيتوقفوا من المباريات ومن النشاط الى حين ان التحليل يطلع ويشوفوا النتيجه بتاعته سلبيه ام ايجابيه. طبعا لما راحوا ما لقوش غير عبد الله جمعه، وللاسف يعني اللي انا فهمته ان من بعد ما عبد الله جمعه اعتذر لكابتن مرتضى او الاستاذ مرتضى منصور بقى خارج البرواز زي ما بيقولوا، قال ان فتوح هو اللي هربان وهو اللي خايف، فعبد الله جمعه ما عليهوش اي حاجه، وعبد الله جمعه مش موجود دلوقتي، ولكن اللي هربان فتوح، فما جابش سيره عبد الله جمعه ان هو عليه حاجه او عليه اي كلام. فانا شايف ان فتوح على موقفه ده بالعكس هو مش هربان، فتوح بيثبت يوم بعد يوم ان هو لما ما راحش واعتذر لمرتضى ان هو سليم وما عليهوش اي حاجه، وان الكلام ده صادر من رئيس نادي الزمالك اللي بيعمل مشاكل لنادي الزمالك. مفيش حد بيعمل لنادي الزمالك مشاكل غير استاذ مرتضى منصور. ده اللي انا شايفه اختصارا. نتكلم بقى عن صفقة النادي الاهلي الايفوارية القادمة. على اعتاب النادي الاهلي بديل يعقوبو، لعيب 187 سم، هداف الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، لاعب ايفواري ما لعبش في كوت ديفوار خالص من ساعة ما احترف وهو بيلعب في الدوري الفرنسي، من بدأها من الدرجة الرابعة لحد ما وصل للممتاز، وكان بيلعب في سانت إتيان ولحد الآن بيلعب في سانت إتيان الفرنسي، ولكن في الممتاز ما لعبش غير قدام باريس سان جيرمان وموناكو، وكان بياخد على فترات متباعدة، ولكن لما من ساعة ما نزلوا للدرجة الثانية بقى هداف الفريق السنة الماضية وهذه السنة، جايب 8 أهداف مع سانت إتيان وصنع 4 أهداف، وال8 أهداف منهم ضربتين جزاء هو برضو اللي تسبب فيهم وأحرزهم. لعيب 187 سم، عملاق، مهاري، سريع، قوي، شويط، لعيب زي ما قال الكتاب كده ان شاء الله هيكون خلف لعزيز يعقوبو، اللي طبعا النادي البرتغالي بعد ما النادي الاهلي عرف ان عزيز يعقوب عنده مشاكل في ركبته وعنده مشاكل في صحيه يعني بمعنى اصح، خاف انه يجيبه وتاني يحصل نفس اللي كان بيحصل مع بيرسي تاو. لعيب الايفواري اسمه جيان فيليب كاراسو، لعيب قوي جدا، لعيب بيلعب دولي مع منتخب كوت ديفوار ولعب 4 وديات معاهم واحرز هدف، ويجيد التهديف من منتصف الفرص ومن منتصف المساحات. جيان فيليب كاراسو قيمته التسويقيه 2.5 مليون يورو، فهل يكون خير خلف لرأس الحربة للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية؟ وان شاء الله كده نشوف بقى فيرود زي ما قال الكتاب من بعد عماد متعب ما مشي، مش شايفين حد فعلا، الحته دي فاضيه، ما حدش جه سد مطرح عماد متعب ولا فلافيو. ايضا معانا لاعب تاني لاتيني بس انا لسه معرفش اسمه، لاعب تحت السن وفي لاعب تاني فوق السن عنده 30 عام وبرضه بيلعب راس حربه، فكده احنا عندنا يا اما الايفواري كراس حربه او اللاتيني اللي عنده 30 سنه، وده تقريبا ب3 وكسور مليون يورو في قيمته التسويقيه، فما اظنش النادي الاهلي ممكن يعني يستعين بيه، ولكن الاقرب هو الايفواري جان فيليب كاراسو. وكمان اللعيب اللي تحت السن اللاتيني ان شاء الله هيكون هاف ليفت، فربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي في صفقاته اللي جايه ونشوف حاجه كويسه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي كمان قرر يسافر يوم 28/1 الى المغرب عشان خاطر يبقى موجود قبل البطوله بفتره وجيزه يقدر فيها ياخد على الاجواء ويقدر يعني يشوف الملعب ويبتدي ينزل الارضيات اللي هيتمرن عليها والكلام ده قبل مباراته الاولى. وده كان فيديو النهارده، لو بتشوفني لحد دلوقتي ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. كان معكم محمد الصيفي من ملعب الهداف، اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.